بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فيديو النهاردة هعلمك ازاي تشتري لابتوب وتحدد الامكانيات بتاعته وتعرف فايدة كل جزء في اللابتوب اللي انت بتشتريه فايدته ايه. تمام، علشان تعرف تشتري لابتوب صح. ركز معايا واحدة واحدة. هكلمك النهاردة في شوية مصطلحات تخص نظام التشغيل، وهعرفك على أجزاء من اللابتوب وفايدة كل جزء، مهمته إيه وفايدته إيه، علشان تبقى وأنت بتشتري اللاب تبقى عارف تختار الجزء ده صح إزاي. فركز معايا. رقم واحد، وأنت بتيجي تشتري لابتوب عاوزك تركز على الآتي. مبدئيا عايزك تركز على البروسيسور، عايزك تركز على كارت الشاشة، عاوزك تركز على الرام. الهارد عادي، الهارد ده وحدة تخزين. تمام، هتخزن بيانات كتير قليلة، ممكن تفضيه تعبيه تشتري لك واحد جديد. ايا كان تركب هارد خارجي، ده مش قصتنا، الهارد مش معضلة، فاي هارد بيمشيك عادي خالص. فانا عايزك تركز معايا. طيب، اول حاجة، لما انت بتيجي تشتري لابتوب تمام بتلاقي عليه مكتوب كور اي 3، كور اي 5، كور اي 7، كور اي 9، كور اي 8، ايا كان هم طلعوا لحد ايه. تمام، فانا بقول لك دلوقتي ايه فايدة كور اي 7، وايه هو يعني ايه كور اي 7، ويعني ايه كور اي 5، ويعني ايه كور اي 3. لما انت تلاقي لاب مكتوب عليه الكلام ده، اعرف ان اللاب ده فيه بروسيسور بالعدد اللي انت قرأته. يعني ايه يا هندسة؟ يعني انا دلوقتي لقيت كور اي 7، فاعرف ان اللابتوب بتاعك دلوقتي فيه 7 بروسيسور، فيه 7 بروسيسور. طب البروسيسور ده مهمته ايه يا باشمهندس؟ تعال نخش الاول كده على الاوبريتنج سيستم بتاعك. مبدئيا فايده البروسيسور تنفيذ العمليات اللي حضرتك بتطلبها من الكمبيوتر، تمام، وهو بيبدا يروح ينفذها لك. يعني ايه؟ دلوقتي انا فتحت اللاب بتاعي وعاوز ادخل على ولنفترض اليوتيوب. فانا دلوقتي لما دخلت على اليوتيوب راح البروسيسور واحد من ال7 جاي لي، قال لي انت عاوز تعمل ايه؟ قلت له عايز ادخل على اليوتيوب. كده انت اديت له بروسيس عمليه، فبيقوم هو واخدها ورايح ينفذها. طيب انا دلوقتي شغلت مين؟ شغلت واحد منين هندسه؟ من ال7. فاضل معايا كام؟ فاضل معايا 6 بروسيسور. طيب، نفترض دلوقتي احنا بنقول الجهاز بتاعنا بيبقى بطيء امتى ويبقى تقيل امتى وبيهنج امتى، ويعني ايه بيهنج وبيهنج ليه وازاي ما يهنجش. فعايزك تفهم معايا كده، تمام، محاضره الاوبريتنج سيستم اللي انا بشرحها لك دي، تمام، علشان كل الكلام ده كنت درسته في الاوبريتنج سيستم في ثالثه كلها تقريبا علوم حاسب. فالكلام اللي انا بقوله لك دلوقتي كله من الذاكره بناء على الماده اللي انا اخدتها. فعايزك تبدا معايا واحده واحده كده. يبقى انا دلوقتي لما باجي اشغل عمليه بيقوم البروسيسور بيجي يقول لي انت عاوز تعمل ايه؟ بقول له انا عايز اعمل واحد. فبيقوم ده كده يقوم واخد بروسيس، البروسيسور بيقوم واخد بروسيس، تمام، ويروح ينفذها. يبقى المعالج بياخد مني العمليه وبيبدا يروح ينفذها. طيب، امتى الجهاز بتاعي يكون تقيل؟ لما ابدا ادي بروسيسورز، تمام، اكتر من ان هندسه اكتر من عدد المعالجات اللي هي البروسيسور اللي موجوده عندي. يعني انا لو بدي عمليات اكتر من عدد المعالجات، نفترض دلوقتي انا فتحت اليوتيوب والساوند كلاود وفتحت جيمز وشغلت اغاني وعملت كذا وعملت كذا وبحمل ملفات و فانا دلوقتي عمال ادي عمليه في الثانيه في الثالثه في الرابعه، فعملت 10 عمليات. هو ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ تنفيذ ال10 عمليات هياخد وقت اطول من تنفيذ 7 عمليات. طب ليه يا هندسه؟ لان دلوقتي انت عندك 7 بروسيسور. لما انت بتبدا تدي عمليه معينه بيقوم البروسيسور، تمام، اللي هو المعالج، بيقوم واخد البروسيس دي ويبدا يروح ينفذها. طب انا اديت 7 عمليات، فالسبعه بروسيسور في نفس اللحظه، فال7 بروسيسور، تمام، عملوا ايه؟ اخدوا العمليات دي وراحوا ينفذوها. طب انا دلوقتي عندي حد ينفذ لي عمليه كامله؟ ما عنديش. طب انا دلوقتي هندسه ال7 معالجات بتوعي شغالين وبينفذوا حاجه دلوقتي. طب انا دلوقتي عاوز اعمل ايه؟ عايز افتح جوجل مثلا، ما انا ما عنديش حد يرد عليها دلوقتي. بيقوم ايه اللي يحصل؟ تلاقي الجهاز بتاعك هدي شويه. طب بيهدى ليه وما بينفذش الامر على طول؟ بيهدى ليه؟ بيستنى معالج من ال7 اللي شغالين يخلص، واول واحد بيخلص فيهم بيقوم جري جاي لك واخد العمليه الجديده اللي انت طلبتها وهي فتح جوجل ويروح ينفذها، فيبدا الشغل بتاعك يشتغل تاني. فانت هنا لو انا عندي كور اي 3 وجيت افتح 7 تابس هتقعد نص ساعه. ليه؟ ما هو 3 خدوا 3 عمليات. طب انا طالب ان هم يكونوا 7 عمليات، ده التلاتة لما يخلصوا هياخدوا 3 تانيين وهيفضل في واحدة، تمام، على ما يخلصوا وتاخد واحدة وهكذا.
فهنا بيخش في حته ان اللاب هيبقى بطيء. فعايزك اول حاجه بتركز عليها وهي البروسيسور. شوف كل ما عدد البروسيسور بتاعتك زادت، كور اي 3، كور اي 5، كور اي 7، وتقريبا ال 8 او ال 9 تقريبا نزلوا. تمام، فانا عايزك تركز في جزئيه زي دي. فكل ما كان اعلى كل ما كان افضل. وانت فهمت دلوقتي ايه فايده البروسيسور وبيعمل لك ايه. فانا لما بدي عمليات واكشنز كتير على اللاب بتاعي، البروسيسور اللي موجود عندي 7 شغالين تحت ايدي، بدي 7 اوامر بيروحوا ينفذوها. طب اديت 10 هيروحوا ينفذوا السبعه، على ما اول 3 منهم يخلصوا هيجوا ياخدوا الثلاثه الاخاره. طب انا لو اديت 10 عمليات وانا عندي 3 معالجات بس، 3 هينفذوا، هيفضل عندي 7، فاللاب هتلاقيه قليل قوي تمام في وقته وفي تنفيذه، فبدأ يكون بطيء. فاللاب مش بطيء علشان اللاب وحش، لا، هو علشان حضرتك اديت عمليات اكتر من المطلوب تنفيذه. دي نقطة. النقطة التانية كارت الشاشة. كارت الشاشة مهم جدا ليك لو انت شخص بتحب الجرافيكس، بتشتغل على الفوتوشوب والإلستريتور، وكذلك بتشتغل او بتلعب جيمز، واللي هو الانترتينمنت جيمز اللي هي الالعاب المسلية، شغل الجرافيكس والصور والحركات والانيميشن. لازم تهتم بكارت الشاشة هنا. طبعا كارت الشاشة على حسب مقدرتك، تمام. انت عندك منه انواع، عندك الفيجا والانفيديا، وبرضه كل واحدة فيهم ليها 1 جيجا 2 جيجا وهكذا، فعلى حسب انت طلبك ايه. فطبعا كل ما بتزود في كارت الشاشة كل ما بيكون الصورة اللي قدامك جودتها اعلى وافضل. لان مهمة كارت الشاشة ايه يا هندسة؟ مهمة كارت الشاشة يا هندسة هو بيعرض لك كل الرسومات، الافلام، الداتا اللي هي خاصة بالانيميشن، بالصور، بالحركات، بكل حاجة، ويبدأ يعرضها لحضرتك فين؟ على الشاشة زي ما انت شايفني كده قدامك على الشاشة. فكل ما كان كارت الشاشة الافضل كل ما كان شغل الجرافيكس بيتعرض بطريقة افضل. دايما بتيجي تلاقي مثلا ايه؟ صورة مبكسلة. فهنا بقى لو كارت الشاشة بتاعك كويس، ده كمصطلح يعني عشان افهمك يعني ايه بكسلة، الصورة جودتها قليلة. لا، هنا بقى كارت الشاشة لو ضعيف مش هيقدر يشغل لك لعبة الجرافيكس بتاعها عالي. مش هقول لك بيشغلها بطيئة او تعبانة او كلام من ده، لا، هو ما بيشغلهاش. طب هو لو قريب من امكانياتها يبدأ يشغلها، بس هتلاقيها بتقطع، هتلاقي مثلا ان اللعبة فصلت منك مرة واحدة كده، هتلاقي ان اللاب او الديسكتوب بتاعك اللي هو الكمبيوتر بتاعك عمل ريستارت منه لنفسه، لان كارت الشاشة مش قادر يعرض لك الصور دي على الشاشة بتاعتك. طيب يبقى ده مهمة كارت الشاشة، فتركز فيه جدا، وحاول ان انت تجيب اعلى حاجة على حسب برضو امكانياتك وظروفك المادية، لان كروت الشاشة عالية جدا وغالية جدا. دي نقطة. بس كل ما كان افضل كل ما كان احسن، وانا فهمتك وظيفته ايه دلوقتي. رقم 3 الرام. الرام بتاعتك هي المسؤولة عن سرعة تنفيذ العمليات. سرعة تنفيذ العمليات، كل ما كانت الرام عالية كل ما سرعة تنفيذ العمليات بقت اعلى واسرع. بقى في سرعة في تشغيل اللاب بتاعك، وفي سرعة في تنفيذ العمليات. فبالتناسق او بالترابط مع البروسيسور مع كارت الشاشة بتلاقي ان الكمبيوتر بتاعك شغال اسرع واسرع، لان كلها شبكه متصله ببعض، كل واحد عليه دور. فكل جزء فيهم لما بيكون اعلى واسرع كل ما الدنيا بتاعتك هتكون تمام اسرع، كل ما اللاب بتاعك هيكون احسن في التعامل معاه وفي الشغل بتاعه. لا هتلاقي اللاب هنج ولا اي حاجه خالص. حته التهنيجه، تمام، وهي ان انت لما بتيجي تشغل بروسيسور او بتدي عمليات كتير جدا على اللاب، واللاب بيكون فيه بروسيسور قليل على عدد العمليات اللي انت عملتها، بيجي اول بروسيسور خلص شغل، ده بروسيسور مثلا خلص العمليه اللي في ايده وجاي على العمليه الجديده، وفي بروسيسور في نفس اللحظه خلص برضه وجاي. فانا معايا 2 بروسيسور دلوقتي خلصوا، وانت اديت عمليه جديده، فبيقوموا جايين عاملين ايه؟ ده عايز ياخد العمليه وده عايز ياخد العمليه. ده يقول له انا اللي خلصت الاول وانا اللي خلصت الاول، بيقوم هنا عامل ايه؟ يحصل حاجه اسمها ديد لوك. ديد لوك يعني ايه يا هندسه؟ عندي عمليه واحده واتنين بروسيسور، بس الاتنين بيتخانقوا عليها بالعاميه كده او بالفلاحي، فالجهاز بتاعك بيهنج وبيقف، فده اسمه ديد لوك. دي المشكله بطريقه عاميه كده، تمام. فده بالنسبه للتفاصيل الخاصه بمين؟ بشراء اللابتوب اللي انت عايزه، تمام. فلو في اي حاجه برضو دول احسن حاجات لازم تركز عليهم. لكن الهارد وحده تخزين دايما، فانت جبت الهارد كبير صغير قليل، تمام، ده مش هيفرق خالص نهائيا. وممكن برضو تزود الهارد بعدين، وممكن تركب هارد خارجي. فده كل التفاصيل الخاصة بشراء اللابتوب، وايه الحاجات اللي انت لازم تركز عليها، وفايدة الحاجات دي ايه وانت بتشتريها، تمام.
طبعا الماركات الشركات بتختلف برضو من شركة للتانية، فده قصة تانية. فان افضلهم برضو عندك الاتش بي والديل واللينوفو. تمام، امكانيات محترمة جدا وعالية جدا ومن احسن الامكانيات اللي موجودة في السوق. طبعا في برضو ماك، وده ناس ده يعني في حتة تانية لوحدها. تمام، لان الاوبريتنج سيستم بتاعه بيختلف عن الاوبريتنج سيستم بتاع الشركات دي. تمام. لحد هنا الفيديو خلص، ولو حد محتاج اي حاجة ممكن يكتب كومنت وانا هرد عليه بإذن الله تعالى. السلام عليكم.